السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كيتشن تراديسيونيل. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم قدمت لكم طبق ديال الدجاج اللي في الفران، اللي كيجيب واحد التتبيلة خطيرة، مرافق بالرز بالخضار وبالصلصة، اللي كيجي طبق متكامل صحي وصيفي في نفس الوقت وخفيف. نتمنىكم تجربوه ونخليكم في راحة الله والهنا، والسلام عليكم. كما غادي تشوفوا معايا، عندي هنايا دجاجه اللي مغسوله من طبيعه الحال ومفتوحه من الوسط. بالنسبه للمقادير، عندي هنا زيت الزيتون تقريبا 2 معالق ديال زيت الزيتون، واحد البصله صغيره محكوكه، عندي هنا معلقه ديال الصوجه، معلقه ديال لا موطارد، ومعلقه صغيره ديال الثومه بودره. اللي ما عندهاش يمكن ليها دير الثومه العاديه، والحامض، واحد الحامضه معصره ولا 2 معالق كبار ديال الخل. عندي هنا الخرقوم البلدي معلقه، عندي هنا المليحه من طبيعه الحال، والخرق او عفوا البزار وشويه الكمون، والسودانيه ولا اللي عندها الصلصه الحاره يمكن ليها تضيفها، والتحميره، وسكينجبير معلقه صغيره. كما كتشوفوا معايا، الدجاجه من طبيعه الحال مغسوله منظفه مفتوحه في الوسط كنقطعوها من على النص، وكنحيدوا ديك الجليده اللي لتحت باش تبقى معنا مزيانه. وكنمشيو نديرو ثقوب كما كتشوفوا في الصدر، باش الحشوه اللي غادي ولا التتبيله اللي غنوجدوها تشرب هاد الدجاجه كامله. كنجيو جهه الفخيضات حتى همايا كنديروا لهم ثقوب على هاد الشكل هذا بالسكين، باش كيدخل الحشوه ولا التتبيله كتدخل الدجاج على شكل على هذا الشكل هذا. صافي كنوجدوا بحال هذا الشكل ديال الدجاج، كنوجدوا هاد التتبيله ولا هاد الترقيده ديالو. من الاحسن تكون ليله كامله باش كيجي متبل وشارب العطريه، باش كيجي لذيذ. صافي ان شاء الله غادي نبداو على الوصفه. كما كتشوفوا، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال سكينجبير السودانيه ولا الصلصه الحاره اللي عنده، هنا معلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال الابزار، الخرقوم البلدي معلقه صغيره، مليحه على حسب الذوق. بما ان احنا غاسلينه بالملحه والخل والحامض، يعني نردوا البال من الملح. هنا العصير ديال الحامضه، واللي ما عندهاش العصير الحامض يمكن ليه يضيف الخل، 2 معالق ديال الخل. الدور ديالو كيفتي وكيخلي الدجاج كيخليه رطب، كيجي زوين. هنا الثومه بودره، عندي معلقه صغيره ديال الثومه بودره، اولا يمكن لكم تعوضوها بجوج فصوص حتى 3 ديال الفصوصات ديال الثومه. يعني هاد الترقيده ولا هاد لا ماغيناد كتجي زوينه. معلقه هنا صغيره ديال لا موطارد عامره، على حسب الدجاج اللي عندكم، الا كان كتير اولا كان قليل، يعني عينكم ميزانكم بالنسبه للتوابل. عندي هنا بصله محكوكه صغيره، حتى هي كتفتي لينا الدجاج وكتعطيه واحد الطيبه لذيذه، كيجي منسم. هنا معلقه كبيره ديال الصوجه، اللي عنده الصوجه الثقيله يدير غير معلقه صغيره. غادي نخلطوا هاد التوابل حتى كتنسجم لينا مزيان كما كيبان لكم في لا فيديو. وغادي نضيفوا عليه زيت الزيتون. يمكن لكم هاد الوصفات تخدموها كما قلت في الليل وتوجدوها في الغداء، اولا العكس، اولا كتوجدوها في الليل والصباح تكون واجده وجاهزه. يعني غادي نتبلوا هاد الدجاجه ديالنا بهاد الحشوه كامله.
تنخليوها تترقد وتنغطيوها نخليوها على جنب. ضروري كما كتشوفوا ضروري ديروا ثقوا في الدجاجه باش كي تجي كلها كتجي شاربه التتبيله ديالها، كتجي لذيذه. هذا الطبق راه كيجي لذيذ. يعني جربوه وغادي تعرفوا اشنو كنقول لكم. يعني بصحتكم وراحتكم الوصفه راه كتجي زوينه. وكنشكركم على لي كومونتير زوينين، وعلى البنات القدام والبنات الجداد، كنشكركم بزاف. صافي كما كتشوفوا ديروا يديكم باش كتخلط مزيان من جهه الظهر و حتى هويا نتبلوها مزيان. صافي وكتشرب. وملاحظه الدجاجه بحال كنبغيو باش توقف لينا تجلس مزيان في المول اللي غيدخل الفران، بحال كنفلعصوها شويه باش كتثبت معانا. هذه هي الملاحظه اللي غادي نقول لكم. راه كتجي زوينه، كترافق بخضار، كترافق بالروز. يعني كل سيده ولا ابلي كل سيده ولا داكشي اللي متوفر عندها في البيت. كما كتشوفوا هنا زلافه ديال الروز اللي من طبيعه الحال غسلته مزيان وكنخليه مرطب بالماء باش كيحيد منه داك النشا ولا لوميدون اللي فيه، باش ما كيجيش لينا معلك ولا معجن. على هاد الطريقه هذه يعني انا راه هنا قطرته من الماء صافي جاهز بالنسبه لي. انا غادي نوظفه. هنا اي خضره عندكم يمكن لكم تضيفوها. عندي جلبانه كما كتشوفوا زليفه صغيره. عندي هنا فلفله، نص فلفله حمراء وخضراء مقطعه مربعات صغيورين. عندي هنا واحد الجزره كبيره مقطعه مكعبات صغار. كما كتشوفوا معايا هنا البصله متوسطه مشلوضه. زيت الزيتون من طبيعه الحال 2 معالق حتى ل3. القزبر ومعدنوس. وبالنسبه للتوابل عندي الخرقوم، عندي الابزار، تحميره، عندي سكينجبير مليحه من طبيعه الحال، ومعلقه كبيره ديال مطيشه مركز الطماطم. يعني هاد التوابل مع هاد الخضر مع الروز كيجي الشهوه منه. غادي نديرو الزيت كيسخن في واحد الكاسرونه ولا طنجره الضغط اللي عندكم متوفر. وكنديروا البصيله ديالنا حتى كتدبال وكتنزل. ضروري هاد الروز كيبغي الخاطر شويه، يعني كنقليوه مزيان مزيان. كنقليو البصله وكنتبعوها الخضر كامله وعاد كنضيفوا عليها الروز. يعني الطريقه باش كيجي ناجح معنا الروز هي في هاد التشحار ديال البصله وديال الخضر وبالروز. يعني ملي كتشرب الزيت هاد الخضره والروز كيجي الطبق لذيذ وما كيجي مفرك مفروز، كيجي زوين على هاد الطريقه. يعني واحد 5 دقائق الماكسيموم وحنا كنديروا هاد العمليه حتى كيدبال لينا الخضره وكتولي اللون ديالها دابل. صافي ديك الساعه كنمرقوا على الروز ديالنا. ها غيبان لكم طريقه راه موضحه، يعني كيجي زوين. اي خضره عندكم القرعه الخضراء يمكن لكم تضيفوها. اي حاجه عندكم يمكن لكم تستغنوا على شي حاجه ولا تزيدوا شي حاجه اخرى. يعني عندكم اختيار. يعني الطريقه اللي باش انا خدمته هذه هي اللي غتمشيو عليها. ضروري كيتشحر مزيان مزيان. صافي في هذه المرحله انا ضفت الروز ديالي. بما ان الروز كلاصي دوك الحبه اللي طويله وصفراء باش كيجي كيت لكم مفرك ومعزول على بعضياته ما كيجيش ملاصق. صافي غادي نضيفوا الزلافه ديال الروز، غادي نضيفوا لها 2 زلايف ديال الماء. صافي تنسدوا عليه. الا كنتو دايرين طنجره ديال الضغط راه ما كياخذش وقت كثير، يعني 10 دقائق راه كيكون واجد معكم. ولا درتو في الطنجره العاديه كما كتشوفوا دابا معايا راه شويه كياخذ شويه ديال الوقت. المهم هاد العمليه ولا هاد الطريقه هذه هي اللي باش يجي الروز اللي كناكلوه على برا كيبان لينا زوين ولذيذ. راه هو الطريقه هذه الصحيحه باش كيطيبوا الروز. صافي وملي غادي نضيفوا الماء ما كنبقاو لا نحركوا عليه ولا نقيسوه لا والو. صافي كنغطيوه وكنخليوه حتى كيطيب على خاطره. يعني راه طريقه سهله وفي نفس الوقت ناجحه 100%. في هذه المرحله غادي نضيفوا المركز الطماطم ملعقه كبيره، كتعطينا
اللي تبدا وكتعطينا اللون للرز. صافي ونصحوا الذوق، نزيدوا مليحه، نزيدوا الابزار على حسب اللي كيبغي الحرور يمكن ليه، ولا الصلصه الحاره يمكن ليه يضيفها. صافي كيكون معنا الطبق جاهز نخليوه على جنب. صافي كنصحوا الذوق كما شفتوا، كنزيدوا شويه التوابل، الخرقوم لبالينا اللون شويه ناقص، يعني كل سيده وعلى حساب الطريقه ديالها. بالنسبه للصلصه اللي غادي نرافقوها كتمشي مع المشويات، عندي هنايا واحد نص خياره مقطعه رقيقه، هنايا العصير ديال الحامض، معلقه ديال الثومه بودره، دانون مسوس، عندي معلقه ديال لا موطارد كما كتشوفوا، عندي هنا زيت الزيتون، عندي هنا فرماجه مثلثه، عندي هنا شويه الملحه، شويه الابزار، هنايا عندي شويه ديال الزعتر سخنته، والقزبر المعدنوس غادي نزيدوه للطبق د الرز وغادي نزينو به. صافي كنخدموا على هاد الطريقه هذه، كناخذوا الياغورت ديالنا وكنضيفوا عليه هاد الحامض، واللي ما عندوش الحامض يمكن ليه يدير معلقه ولا جوج معالق ديال الخل. صافي مليحه الابزار والزعتر راه محكوك من طبيعه الحال ومسخنينه شويه باش كيطلق الريحه ديالو، وفرماجه كما كتشوفوا مثلثه، الجبن المثلث او اي جبن عندكم يمكن لكم تستعملوه، والثومه هنا بودره، معلقه ديال الثومه بودره، اللي ما عندهاش ثومه بودره يمكن ليها دير فص ديال الثومه غير صغير باش ما يكونش مجهد بزاف. وغادي نضيفوا لا موطارد، معلقه ديال لا موطارد كبيره شويه، ومن طبيعه الحال زيت الزيتون. والملاحظه الا كان شويه كانت هذه الصلصه ثقيله شويه يمكن لينا نضيفوا عليها واحد تقريبا واحد ربع كاس ديال الماء باش كتخفاف معنا، يعني مع كتكون شويه الا كانت ثقيله نضيفوا على شويه الماء، ربع كاس ديال الماء باش تجي سائله. راه كتجي هاد الصلصه زوينه، ما تردوش انكم توجدوها. كنرافقوها للمشويات ديالنا ولا السمك. وهاد الخيار اللي كنقشرو واحد، كنخلي شويه ديال القشره والشيء الاخر كنزولوه، كيعطي واحد الطيبه خاصه. نتمنىكم تجربوا هاد الصلصه، راها ديال لي شاف الكبار، يعني كتكون غير في المطاعم، يمكن لكم تجربوها في البيوت ديالكم. وكما كتشوفوا الروز ديالي ها هو يوجد، الماء نشف تماما، يعني كيجي الطبق ديال الرز كيجي زوين بلا ما نحتاجو كاع نضيفوا ليه لا اللحوم ولا الدجاج، يعني غير هو كيكون وجبه كامله. صافي غادي ندريسي الطبق ديالي كما كتشوفوا، ندير واحد الزليفه صغيره وكندريسيو به الطبق باش كيعطي واحد الشكل زوين على هذا الشكل هذا. طبق صحي كما قلت لكم وزوين، ونتمنىكم تجربوه، وسهل ما فيه حتى شي صعوبات، يعني غتمشيو متبعين لا فيديو شارح نفسه. صافي كنعطيو اشكال للرز ديالنا باش حتى العين كتشوف. كما كتشوفوا معايا ها هو الطبق جاهز طاب، دخلوا الفران. والملاحظه انكم ديروا ضروري تلفوا الدجاج بالورق ديال الزبده وتعاودوه بالالومنيوم باش ما ينشفش معاكم. وملي كيطيب من التحت يعني واحد الساعه تقريبا كنزولوا ليه البابي الومنيوم ونزولوا ليه الورق الزبده باش كيتحمر من الفوق شويه. ولا كان لاصوص راه كنرافقوه معنا مع الصلصه. نتمنىكم تجربوا هذا الطبق صحي وسهل وصيفي، يعني انا غادي نبدا نخدم معكم الوصفات الصيفيه كل مره ان شاء الله، وغادي نستعملوا طبق جديد. يعني
اطباق مختلفة صيفية اللي غادي تعتمدوها في الخرجات ديالكم، ولا على الشاطئ البحر، ولا لوليداتكم. يعني أطباق صحية. ونخليكم في راحة الله، والسلام عليكم.